جمعة مباركة على الجميع. وعايز اتكلم كده معاكم في حاجة سريعا. الفترة اللي فاتت طبعا يعني معظم الناس اللي تعرفني كانت من اصعب الفترات اللي عدت عليا ولا زالت اصعب الفترات. و يعني شفت فيها حاجات كتير، تعرضت فيها لمواقف كتير، ضغط نفسي عصبي، أزمة مادية، حاجات كتير جدا. بس الحمد لله يعني الواحد دايما انا مقتنع ان انت لازم ترضى بقضاء ربنا في كل الاحوال، ولازم تبقى جامد، لازم تبقى جامد، لانك ما ينفعش تقع. لانك لو وقعت في ناس معتمد عليك، ما ينفعش تقع. دي الحاجة التانية، اكتر حاجة بسطاني ان اللي انا الحمد لله الواحد جدع مع الصحاب، مع الاغراب، مع كل الناس. يعني الحمد لله والناس اللي تعرفني تشهد بده. بس الفترة اللي فاتت دي فعلا عارف انت يقول لك الشدة بتبين الراجل. فالفترة اللي فاتت يعني شفت ناس بتحبني فعلا، في ناس معوضة غيابي لان انا ما كنتش عارف انزل مصر. يعني كان اهلي بيكلموني يقولوا شريف انت موجود، يعني صحابك قايمين بالواجب، حبايبك قايمين بالواجب، وطبعا اخواتي ربنا يديهم صحة. بس انا بتكلم عن الناس اللي هم مش قرايبك، اللي هم اصحابك. مش شرط اللي انت يكون عندك 100 صاحب و200 صاحب وتبقى فرحان بده. انت ممكن يكون عندك صاحب او 2 ويقوموا بدور ال100 او ال200. فكنت قلت انا في فيديو قبل كده، اوعى في مرة يعني تستخسر ان انت تبقى جدع مع الناس. الحمد لله الواحد يعني مش لازم يعني ايه نتكلم عن الحاجات اللي فاتت. بس يعني انا حابب اشكركم اقسم بالله على اللي انتوا عملتوه، اللي انتوا عملتوه مع اهلي. وفي مكالمات كده كانت بتجيلي يعني تطمن الواحد، يقول لك لا احنا معاك، انت مش لوحدك، احنا موجودين، انت لو انت مش موجود احنا موجودين. فدي حاجه من الحاجات اللي انا كنت مبسوط بيها جدا. والحمد لله اللهم لك الحمد. ودايما كانت امي يعني تدعي لي، تقول لي يا ابني روح ربنا يحبب فيك خلق. فالحمد لله اللهم لك الحمد هذه النعمه، على هذه النعمه يعني. ودايما خليك جدع، قدم المساعدة على قد ما تقدر. مش شرط تقدم المساعدة لكل الناس لان مش هتقدر تساعد كل الناس، بس على الاقل لو انت تقدر تساعد. دي حاجة. وحابب اشكر كل الناس اللي كانت بتطمن عليا، الناس اللي بتبعت لي رسائل، الناس طبعا في ناس ما ردتش عليا بس ده غصب عني. الحمد لله على كل شيء، وجمعة مباركة عليكم وصباحكم زي الفل. واخيرا وليس اخرا، صباح الفل يا حاجة، وربنا يرحمك يا حاج، وجمعتك في الجنة بإذن الله.